في تصريح يكشف عن الصدمة القوية التي تلقاها نظام العصابات في الجزائر عقب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. هاجم رئيس جمهورية الموزة عبد المجيد تبون المملكة المغربية في خطاب تم بثه من مكان مجهول، وحول الرئيس الذي لم يعرف الجزائريون مكان تواجده منذ قرابة 6 أشهر تصريف فشل النظام الذي وضعه رئيسا ضد الشعب الجزائري ليتم توجيه سهام الانتقاد ومهاجمة المملكة المغربية التي تسير نحو التقدم والازدهار. وهاجم تبون الوحدة الترابية للمملكة المغربية واصفا المغرب بالبلد المستعمر للصحراء المغربية. وجاء تصريح تبون مباشرة عقب نشر الخارجية الأمريكية الحالية لخارطة العالم تظهر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها، محذرة من السفر إلى الجزائر، معتبرة أن الجارة الشرقية بلد غير آمن. ودعا آلاف المغاربة الحكومة لسحب السفير والقناصلة من الجزائر وطرد السفير الجزائري ردا على العداء الذي أعلن عنه تبون. نشكركم على حسن المتابعة.